ده مغني الراب السابق مطاع بيل، كان من ملوك الراب في امريكا، وكان ملقب بنابليون الراب. في فترة التسعينات تم قتل والديه من قبل جماعة متطرفة، فبدأ يكره المسلمين، فبدأ يخرج كل همومه وحزنه في كتابة الشعر، وواحدة واحدة بدأ يهتم بأغاني الراب، وبقى من أشهر المغنيين، ووصلت حجم ثروته ل 22 مليون دولار، وأي ألبوم كان بيبيع منه أكتر من 42 مليون نسخة، منازل ضخمة وفخمة وسيارات من أغلى السيارات في العالم، وسفر حول العالم، وكانت كل حياته خمرة ونساء وموسيقى، لكنه ما كانش حاسس بالسعادة الكاملة. وفي يوم وجد شاب مسلم في الاستديو واتعرف عليه، الشاب ده بقى عزمه تاني يوم في المسجد، ومطاع دخل المسجد وقت الصلاة ولاحظ السعادة على وجوه المصلين، قال بس هي دي السعادة الكاملة اللي انا ببحث عليها بقالي فترة، وبدأ يهتم بالإسلام أكتر، وبقى بالشكل اللي انتوا شايفينه قدامكم ده. تعرف ان الذئب هو ملك الحيوانات الحقيقي؟ الذئب مش حيوان غدار ولا سيء السمعة زي ما بيظهر في الافلام، الذئاب مخلوقات اجتماعية جدا، الذئب مخلص جدا لاسرته، الذئب هو الحيوان الوحيد الذي يبر ابويه بعد ما يوصلوا لسن مرحلة الشيخوخة، الذئب مخلص جدا لزوجته وبيتجوز مرة واحدة بس في حياته، وفي حالة وفاة احد الزوجين بيفضل حزين وزعلان لمدة 3 شهور وبعد كده بينتحر. الذئب هو الحيوان الوحيد اللي يقدر يقتل الجن. الذئب حيوان لا يتهجن ولا يستأنف ولا يصبح أليفا زي بقية الحيوانات المفترسة، الذئب بيتولد حر ومرفوع الرأس.